لو بتدور على فكرة مشروع جديد في 2025 أو حتى أنت كشخص نفسك تبدأ حاجة جديدة وتكسب منها فلوس بجد، يبقى الفيديو ده معمول لك مخصوص. احنا النهاردة جايين نتكلم على أفضل 8 مشاريع ناجحة وسهلة وتقدر تبدأ بيها في السنة دي. ومش بس هتسمع عن المشاريع، لأ، ده انت هتعرف لكل مشروع فيهم ليه مستقبل جامد جدا وازاي تبدأ فيهم بأقل التكلفة. ويلا بينا نبدأ فورا من غير كلام كتير. أول فكرة مشروع ممكن أقدمها لك التجارة الإلكترونية، بيع منتجات أونلاين. دلوقتي التجارة الإلكترونية بقت زي النار ومفيش حد مش بيشتري أونلاين. تقدر تبيع منتج سواء من بره أو سواء إنك تصنع حاجة خاصة بيك. المنصات زي أمازون، سوق دوت كوم أو حتى فيسبوك وانستجرام تقدر تبيع من خلالهم وبكل سهولة، وهيجيلك عملاء وهيجيلك ناس وهيبقى عندك عملاء وناس وزباين كتير جدا. بس تذكر انه ده كله مع الوقت هيجي، مش من يوم وليلة. تاني فكرة مشروع العمل الحر، يعني انت كشخص عندك مهارة في التصميم او البرمجة او الكتابة او التسويق الالكتروني، تقدر تشتغل عامل حر منطلق وتاخد مشاريع من منصات زي اب وورك، فايفر، وتقدر تكسب فلوس من بيتك. وصدقني الفلوس هتجيلك وانت قاعد مرتاح، كل ما عليك هو تأدية الخدمة، ان كانت تصميم صورة، ان كانت كتابة، ان كانت تحويل ملفات PDF الى وورد، الى اي شيء اخر، ان كان حتى لو برمجة، ان كان هتسوق لمنتج عبر الالكترونيات، مفيش اي مشكلة. وصدقني هتبدأ تكسب فلوس وانت قاعد من بيتك. اما فكرة المشروع الثالثة هتعجبك، المحتوى الرقمي وصناعة الفيديوهات. اليوتيوب، التيك توك، الانستجرام دلوقتي بيفتحوا لك فرصة كبيرة جدا للناس اللي بتحب تعمل محتوى. انت كشخص تقدر تبدأ تعمل قناة وتكسب من المحتوى والإعلانات والرعايات. وصدقني محتوى ناجح جدا. ويوتيوب زي ما انتم عارفين قللوا الشروط، فده خلى الجميع انه ينتسب لمنصة اليوتيوب. اما فكرة المشروع الرابع الزراعة الذكية او زراعة الصبار. الزراعة بقت تتطور كل يوم، يعني لو عندك أرض صغيرة ممكن تزرعها نبات زي الصبار اللي ليها طلب وعليها كبير في السوق، بسبب إنها فوائدها طبيعية جدا في التجميل وفي البشرة وفي كل شيء. والصبار محتاج ترويج، هتروج له عبر الفيسبوك علشان الناس تتسوق وتشتري من عليه. فصدقني يا صاحبي كل شيء مربوط في بعضه. انت كشخص لو اتعلمت حاجة واحدة الناس كلها تطلبك، ما لقيتش في شغلانتك اللي اتعلمتها حاجة الناس كلها تطلبك، لان كل شيء مرتبط في بعضه. التجارة بالترويج بالاعلان بالمونتاج بالبرمجة بالتصميم بكل شيء. فانت ما تيأسش، انت لو مصمم ممكن تروح مع شخص مبرمج تبرمج له حاجات، تصمم له حاجات للبرمجة بتاعته. يعني التصميم ايه اللي دخله بالبرمجة؟ انت ممكن تصمم له جزء او هيكل او منشور او بوست انه يرفعه عنده ان هو مبرمج. طب المبرمج ايه اللي هيخليه يروح للتصميم؟ يعني اسمع، كلها حاجات مرتبطة ببعض، بس لعب منك انت. اما انا عايزك بقى تبص معايا على الفكرة الخامسة، المشروع الخامس خدمات التواصل والشحن المحلي. طبعا مع ازدياد الطلب على الاونلاين والشحن والحاجات دي كلها، فالشحن بقت حاجات مربحة جدا. انت كشخص تقدر تبدأ شركة صغيرة توصل طلبات لمنطقتك، وصدقني هتنجح نجاح باهر جدا، وده مشروع حلو جدا. اما المشروع السادس التجارة في العملات الرقمية. انا بقول لك مش لازم تكون خبير، مش لازم يكون اسمك الخبير محمد الاقتصادي علي او اي حاجة تانية. انا بقول لك مش لازم تكون محمد خالد علي الدراسي الخبير. انت لو درست السوق صح هيكون اسمك خبير. خبير في العملات الرقمية ليها مستقبل، مستثمرين كتير بيتكوين بيكسبوا منها آلاف الدولارات، أكتر من ملايين الدولارات ممكن هم كمان يكسبوا منها. فليها مجالها، ليها سوقها، ولكل شيء ليه سوق وليه مجاله. أما فكرة المشروع السابع مشاريع تطوير التطبيقات والألعاب، ودي صدقني ممكن تعجبك أنت كشخص. يعني لو عندك مهارة في البرمجة، في التطبيقات، في الألعاب،
الألعاب بقت أكتر المشاريع اللي بتكسب بسرعة، وانت كشخص بتكسب منها بسرعة. خلصت وطلعت حاجة مبتكرة صدقني هتنجح. انت كل ما عليك هو سواء انك تطور في الألعاب، تكتشف ثغرات في الألعاب ممكن غيرنا يدخلوا ويخترقوا اللعبة دي. انت كل ما عليك يا صديقي اكتشف الثغرة واربح المال، بس كده. والفكرة دي اتكلمنا عنها قبل كده. انت كل ما عليك، انا دلوقتي مبرمج امن سيبراني، انا بفهم في الامن السيبراني، بدخل مثلا وليكن على منصه لسه نازله جديد، فيسبوك، تيك توك، مش عارف ايه، منصات زي كده، بدخل ببحث فيهم. هل لقيت انا فعلا، انا بقول لك انا مثلا هاكر اخلاقي، لو لقيت انه في حاجه ممكن انا اقدر اوصل لها اني اسرق التطبيق ده او اسرق المعلومه دي، في الحاله دي اتواصل مع الشركه، اتواصل مع صاحب التطبيق، اقول له ان انا وجدت ثغره ممكن من خلالها اخد التطبيق بتاعك. هو بيبدا يعوضني مكانها بفلوس، وفلوس عاليه جدا. فهي دي حاجه مش محتاج ان انا اكلمك عليها، لا انت ادخل وشوف. قدرت تجيب التطبيق، قدرت تجيب الحساب ده، تصاحب او تنبه صاحب الحساب، وصاحب الحساب مش هيأثر معاك طبعا. وفي شركات بتقول لك تعالى اكتشف الثغرة واربح المال. الشركات دي بتكون زي شركات الجيمنج اكتر حاجة، بيقول لك تعالى اكتشف الثغرة واربح المال. تعالى لو لقيت حاجة مش عاجبك في اللعبة او حاجة ممكن تخلي، انت شخص مجرب لعبة، تعالى جربها. لو جربتها ومشيت معانا فيها مفيش مشكلة، انت جربها. يعني من رغم انك انت خبير في الالعاب، لعبت كذا لعبة قبل كده، تعالى جرب دي. لو لقيت انها محتاجه تعديل قول لنا واحنا بنعوضك طبعا بفلوس. يعني بقول لك العب وخد فلوس، مش بقول لك صممها وخد، لا العب وخد فلوس. فصدقني المشاريع كلها سهله جدا. ما بالك بقى فكره المشروع الثامن، المطاعم والكافيهات المتنقله. مش لازم تفتح محل كبير، عربيات طعام او الكافيهات المتنقله، المشروع ناجح جدا خصوصا في المدن الكبيره او المناسبات. وانا عارف انه في معظمكم مش هتليق عليه، وانا حابب اقول لك انه في معظمكم برضه هينجح. فحابب اقول لك في 2025 اي شخص ما بيمتلكش مشروع فهو طبعا شخص ما يعتبرش من الاشخاص المتقدمين. احنا كمنصة رمز الفكرة محتاجين اننا نزرع في رأسك وفي عقلك فكرة مشروع حلوة جدا. ودي كانت افضل 8 مشاريع ممكن انا اقدمها لك وانت تبدأ فيهم في 2025. وطبعا كل مشروع فيهم محتاج انك انت تبذل فيه شوية جهد ومكافأة كبيرة جدا. ولو عايز تعرف اكتر عن اي مشروع منهم او محتاج خطوات عملية تبدأ بيها، سيب لي تعليق تحت وانا هرد عليك بنفسي بإذن الله. وما تنساش بقى تعمل اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد، واشترك بقى بالفيديو وشارك الفيديو مع اصحابك اللي بيدوروا على فرص ناجحة. شكرا ليكم، نشوفكم بالفيديو الجاي. كان معكم ابراهيم شفيق صاحب منصة رمز الفكرة والمقدم منها. ايه رأيكم؟ اشترك بقى. باي باي.